سلام الله عليكم. عنوان الفيديو: لا للتخريب لا للعنف، نعم للاحتجاجات السلمية، نعم لتفعيل المحاسبة والرقابة. جيت نوضح جوج نقاط جوهرية. أولهم: حركة الجيل زاد 212 بريئة من جميع أنواع التخريب اللي شهدتها البلاد خلال أيام الاحتجاجات. هادوك مجرمين موجودين على طول العام، وبسبب الالتزام بالصمت ديال الحكومة خلقات لهم وكر فين يمارسوا الأنشطة الإجرامية ديالهم. أما هما ديما كاينين، فما كاينلاش نلصقوهم في الوليدات اللي خارجين يهضروا على حقهم وحقنا وحقك ونردوهم مجرمين، وهما وليدات من خيرة شباب العالم اللي خاصنا نحتضنوهم. وهذوك المجرمين ما عندهم حتى شي علاقة بوليداتنا، وإنما هم مندسين. إذ لم نقل تم دسهم، سوف نكتفي بمندسين فقط، باش تشوه الصورة ديال الاحتجاجات عند الرأي العام ويوليو يلوموا وليداتنا على أساس أنهم مخربين ومجرمين ويسكتوهم بطريقة غير مباشرة، في حين أن الحل عند الحكومة اللي تماطلت وتهاونت في أنها تجاوب وتلبي النداء، مما أدى إلى تكوين أوكار وسط الاحتجاجات السلمية وممارسة الأنشطة الإجرامية التي تمارس على طول السنة. فما علاقة وليداتنا بالتخريب اللي قاموا به المجرمين؟ وليداتنا خرجوا النهار الأول، النهار الثاني، النهار الثالث، علاش الإجرام بان حتى النهار الرابع؟ أنا هاد الهضرة كنقولها للشعب المغربي باش يفقه ويفيق ويعيق باللي راه كاين ذباب إلكتروني كيقوم بترويض الرأي العام من أجل مصلحة القروش. فلذلك ما تبقاوش تربطوا التخريب بوليداتنا اللي خرجوا بطريقة سلمية. وكنقولها وكنعاود نقولها: نعم للاحتجاج السلمي، ولا للتخريب ولا للعنف. هذه من جهة. من جهة ثانية، والنقطة الثانية اللي بغيت نوضح، وهو مطلب الشباب من هذا النضال، واللي هو استقالة الحكومة وتفعيل المحاسبة وفرض الرقابة على جميع المسؤولين في جميع القطاعات. أواه كتمشي للسبيطار كتقول ليه باغي ندق برا، كيقول لك لا راه ما كايناش شوكه، سير شريها وجي ندقوها لك. قولوا لنا، واش الوزارة ما مخرجاش الميزانية الكافية لهذا السبيطار، أو لا اللي مسؤولين على الميزانية في السبيطار؟ جاوبونا. جوج الحوايج كاينين: يا إما الميزانية ما خارجاش باش يتوفروا لنا أبسط الأدوات في السبيطار، أو لا اللي مسؤول على الميزانية لاعب إن دو هو وشي جهة أخرى. واخيرا بالنسبه للجواب ديال الحكومه، تخيلوا معايا حكومه جهاز على قدو ما قادرش يخرج بثلاثه السطوره فيهم اجابه اللي تقدر تقنع الشاب المغربي في تلبيه الطلبات ديالو، اللي من كثره الحقره ولينا كنسميوهم طلبات في حين انهم حقوق مشروعه. ولكن حنا كنطالبوا، تخيل، كنطالبوا برعايه صحيه. هذه ما كايناش، هذه نورمالمون كايناش في شي بلاصه اخرى. ما يمكنش تطالب برعايه صحيه. نورمالمون من الانسانيه خاصك رعايه صحيه بلا ما انت تطلبها. ولكن حنا في المغرب كنطالبوا سيدي بالرعايه الصحيه وبتعليم ذو جوده عاليه. وملي سمعتوا الطلب، واش في نظرك المرحله اللي وصلنا ليها محتاجه للتحاور؟ حنا راه وصلنا لمرحله الازمه، ومرحله الازمه كتحتاج قرار، ما كتحتاج تحاور. مع من بغيت تحاور؟ وعلاش بغيت تحاور؟ وفين كنتي شحال هذه على الحوار؟ توصلنا لمرحله الازمه، وبسببكم ولا الشارع المغربي مهدد بالانفلاتات الامنيه كيف ما ذكرت قبل، بسبب تاخر في الاستجابه او لا عدم الاستجابه، لحقاش لحد الان الوقت هذا الفيديو باقا ما كايناش استجابه مقنعه. ماشي الجواب اللي خرجتوا فيه ديال باغيين نتحاوروا، لا، حنا هنا ما كنتحاوروش. حنا في مرحله الازمه، خاصنا قرار وخاصنا رجل اللي يقوم بالمهمه، يعني رجل مناسب لهذا المكان اللي غير مناسب في هذا الحين للناس اللي واقفين عليه ولا اللي مسيرين. وكيف ما ذكرت في الاول، غنختم كلامي بنفس العنوان: لا للعنف لا للتخريب، نعم للاحتجاجات السلميه، نعم لتفعيل المحاسبه والرقابه. تشوف.